طبعا يا اخواتي عارفين اللي حصل الفترة اللي فاتت، الايام اللي فاتت ديت الدنيا مقلوبة خالص، لحد دلوقتي. على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك الوضع بقى مقلوب جدا. يعني خلينا نشوف اللي حصل الفترة ديت الايام ديت. صراحة الدنيا مقلوبة خالص هنا في مصر، فخلينا نشوف اللي حصل بالظبط. الحكاية ايه، القصة، الحوار بالظبط، نشوف ايه الوضع. نشوف مع بعض الفيديو ده. خلينا نشوف ايه اللي حصل بالظبط، خلينا نشوف القصة والحكاية كلنا مع بعض، خلينا نشوف. هي بنزل لها 240 ألف جنيه بالظبط، 4700 دولار، 4780 دولار، 240 ألف جنيه. المفروض ان انا ليا 120 ألف وهي ليا 120 ألف. كفاية عليك الصيت اللي انا اديتهولك بالعباية، مش هصيتك والله. السلام عليكم. الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية لسه بتبهر المصريين، لسه مكملة في الحملة اللي عاملاها، حملة التنظيف اللي واخداها من شرقها لغربها وفوق وتحت، لدرجة إن فاجئتنا بأحد التيك توكر المشاهير جدا على التيك توك اللي اسمها ياسمين، وتخلي الحديد يلين من كتر ما هي جميلة ومثيرة، وبتخلي كل الشباب يتفرجوا عليها. فاجئتنا ان ياسمين بعد القبض عليها طلعت راجل، والله طلعت راجل. مش بس كده، ده عدد من المفاجآت. وكمان في نفس اليوم قبضت على هبة طارق، واللي هي ممكن نسميها ملكة جمال العشوائيات، ملكة جمال افلام العشوائيات. بتعمل محتوى من العشوائيات كله بلطجة واثارة. بتعمل ايه؟ والفلوس اللي ما بينهم والملايين اللي طلعت، وكمان الهدوم اللي بتطلع بيها بلبس البيت ايه سرها. مش بس كده، ده حلقتنا مكملة. لكن قبل ما نبتدي في التفاصيل والفيديوهات والحاجات الحلوة اللي بتفرح، في حاجات بتفرحني اكتر. في تحدي دخلته مع حضراتكم ومكمل فيه، والحمد لله بقالنا اسبوع فيه، ومن ساعتها ربنا فرجها علينا كلنا. تحدي الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كل اللي بيشوفنا يثبت حضوره بالصلاة على النبي في قلبه قبل ما تكتب. لكن اللي انت عايزه اعمله، اللي بيحبه واللي عايزك تحبه هو رسول الله، هو اشرف الخلق، هو اللي مخلينا كلنا مبسوطين ومطمنين. اهلا بيكم مع يونس محمد. زي ما قلت لحضراتكم في البداية، الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية مكملة في حملة التطهير والتنظيف. زي ما يكون عندك شقة بقالك كتير كنت قافل عليها أو مقفولة، أو من وقت للتاني كنت بتبص بس من بعيد، لكن لما فتحت الشقة كان في تراب وفي حاجات مش مظبوطة. وده اللي بتعمله الأجهزة الأمنية، جايبة المكنسة وبتشفط كل التراب والحاجات اللي مش مظبوطة. ابتدت الحملة وخدت في وشها 22 تيك توكر لحد امبارح. اما النهاردة الموضوع كان مختلف، عشان تم القبض على 2 جداد. الاتنين دول هنبتدي بياسمين اللي بتخلي الحديد يلين. ودي كانت ياسمين وبعض المقاطع ليها اللي ينفع نعرضها لحضراتكم، واحتراما للمشاهدين الكرام وعينيكم ما تتأذيش. كفاية كده. لحد هنا كان بالنسبة لشباب الاندر ايدج اللي من 15 ل 20 سنة، ياسمين فعلا بتخلي الحديد يلين. مش بس كده، دي ياسمين بتعمل مقابلات عن طريق التليفونات. ياسمين ممكن تدخل معاك في فيديو خاص ليك، بس المهم انت هتدفع كام. ومش بس كده، دي معاها حاجات سبيشال، معاها ادوات مش موجوده مع غيرها. الادوات دي جابتها من بره مصر وبتستعملها في المقابلات اللي بتعملها عن طريق الفيديوهات. بس ياسمين رفع شعار شقه ما بروحش، وهنا ده اللي بيميزها عن غيرها، او ده اللي خلاها تكمل حبتين في طريقها. عشان لو كانت بتروح شقه كانت مباحث الاداب دريت او عرفت او شمت بيها. لكن ياسمين كانت اخرها مقابلات عن طريق الانترنت، بتروج لنفسها عن طريق الفيديوهات التيك توك.
بتدخل جولات، وممكن الجولات نفتح هنا شوية عشان الجو حر علينا، طب نفتح هنا. يعني الجولات كانت بتعمل زيها زي غيرها اللي اتقبض عليها واللي لسه هيتقبض عليه. الأغرب من ده كله إن الأجهزة الأمنية لما ابتدت تتتبعها وابتدت تشوف هي ساكنة فين، وتحية خاصة لرجال الشرطة على فكرة، أنا بحييهم عشان مجهود وسط اللي انت بتعمله، وسط حفظ الامن والامان في بلدك، متابع اللي بيحصل على السوشيال ميديا، ده مجهود مضاعف عشان في مجهود على الارض فعلا، لو حفظ الامن على الارض وحفظ الامن على ممكن نقول الفضاء الخارجي اللي احنا العالم الافتراضي اللي عايشين فيه كلنا على الانترنت ده. وهم بيتابعوا ياسمين في معلومة مهمة جدا جات لهم، قالت لهم ياسمين بيجيلها تحويلات كتير من دول مشبوهة، دول مش مظبوطة، دول تحب ان بلدنا يبقى شبابها مضروب. عشان كده عملوا التحريات واتعرضت على النيابة العامة مع البلاغات اللي اتقدمت. ده كله خلاهم يروحوا ويقبضوا على ياسمين. والمفاجأة الأكبر والأكبر والصدمة الحقيقية، ياسمين طلعت مش تخلي الحديد يلين، ياسمين طلعت راجل. للأسف زي ما بقول لحضراتكم كده، الغش بقى في كل حاجة، الخم والغش والخداع، مش حتى في الستات ولا المقابلات الحمراء. ياسمين طلعت راجل، وعشان كده ما كانتش بتقابل حد طبيعي او حد في البيت. ومش عارف هي فكرة تامر حسني في فيلم ريستارت، لما اخوه اللي هو الفنان محمد ثروت كان طالع بدور بيعمل مقابلات على النت، وكان عامل بنت على التيك توك بص يعني خربة الدنيا، وفي النهاية طلع راجل. فهل تامر حسني كان عارف ان في واحدة اسمها ياسمين وهي راجل، ولا العكس حصل؟ بس ياسمين دي الاكونت بتاعها بقاله فترة. فعلا بقينا نشوف حاجات تخليك تستغرب. انا لما شفتها في الفيلم، يعني لما اتفرجت على فيلم ريستارت بتاع تامر حسني، قلت قصة قديمة، او مش القصة، الموضوع اللي واحد يعمل نفسه واحدة ويطلع على النت، ده قصة قديمة ومهروسة. طلع القديم بيتعاد وبيجيب فلوس. وياسمين اللي بتخلي الحديد يلين طلعت راجل، طلعت معاها ملايين في حسابها في البنك، غير الذهب اللي عيناه في البيت، كله من الحرام، وكله من الرجالة اللي فلوسها حرام بتصرفها في الحرام. كله حسبي الله ونعم الوكيل. ده بالنسبة لياسمين، مش هنطول فيها اكتر من كده عشان مفيش كلام يتقال اكتر من كده. واحد عامل نفسه واحدة وبيطلع يكسب عن طريق التيك توك ويغسل فلوس. اما اللي بتتاجر في الاعضاء البشرية، هي ممكن نقول ايه، انا مش عارف والله بجد. الواحد بقى تعبان من كتر ما مش لاقي تعبير او وصف. يعني هبة طارق هي بتتاجر مش في الاعضاء، في اعضائها هي. هبة طارق كل اللي كانت بتكسبه من لحمها، من شحمها، من تخنها. يعني بجد ده اللي اقدر اقوله. عشان هبة طارق اللي ما تعرفهاش، هي بتعمل فيديوهات مع سيد بطاطا، وهو اسمه كده، انا مش بتريق ولا بهزر. بيعملوا فيديوهات عبارة عن ايه؟ عبارة عن علو صوت، لازم يصوروا لك اللي هم في منطقة شعبية وهي لابسة عباية، ولازم يجعر وهي تجعر، وفي مين اللي عكسك ومين اللي ضربك وهو اللي يروح. وده ملخص الفيديوهات اللي بيعملوها. عرفناهم منين؟ عرفناهم لما هم قلبوا على بعض، وهم الاتنين اتهموا بعض بالسرقة، او بمعنى اصح هبة طارق غفلت سيد بطاطا ب400,000 جنيه. ايوه 400,000 جنيه نزلوا في حسابها. عشان ايه؟ وبتقدم ايه؟ عشان شوية دهون. وبتتاجر في الاعضاء البشرية، هي اعضائها هي بتظهرها للناس، فهي بتتاجر بيها. تعالوا نشوف هبة طارق وسيد بطاطا. السلام عليكم اخواتي وحبايب قلبي. كل اللي كان فاهم موضوع انا هبه غلط، انا طالع اوضح كلمتين وفاهم كل الناس الحقيقه. هبه اخواتي كل اللي بيني وبينها كان تصوير وشغل. اي فلوس كانت جايه كانت المفروض اللي هي تتقسم بالنص. نزل لي 50,000 جنيه على الحساب بتاعي، اديتها 25 وخدت 25. هبه نزل لها 240,000 جنيه بالظبط، $4,700.
4780 دولار، 240 الف جنيه. المفروض ان انا ليا 120 الف وهي ليا 120 الف. طمعت في الفلوس، وكل ما اكلمها ايه هيبقى فين الفلوس تقول لي يا سيد والله انا الدنيا بايظه معايا، يا سيد والله انا ما قبضتش، والله يا سيد اصل انا سديت اللي عليا. وقعدت تكذب وقعدت تحور وقعدت تعمل حوارات. فانا طلعت اوصل كلمتين لكل الناس اللي ما كانتش فاهمه الموضوع عشان برضو تبقوا فاهمين. وجزاك الله خير. السلام عليكم. ماشي انا جدع جدع يا حراميه، حقه حقه. يا بنت انت مش شايفه الكومنتات عندك عامله ازاي؟ عيطي. وي 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 سيساي خدي كلمه يا على بنت. ايه بلاني. لا خليه حقه انا سايب حقه كده. حقه. يا بنت هو ايه؟ اديله حقه يا نصابه. لا هو معاكي في المحتوى ياخد فلوس. انصح يا بنت. ليه النصب ده؟ هو كان عاوز ياكل فلوسي عليا في الاول فخلاص. انا عامله لك اصلا ميوت عشان انت تمامك يتعمل لك ميوت. جاي يتغدى بيكي فطرت بيه. سيبك منه يا ستي، ده بتاع ريتش، هو اللي عاجبه كده اصلا. خدي بالك هو اللي عامل الجو ده عشان يعلي اللايف. هو عايز يطلع ترند فاهمة، فانا بتعامل معاه ببرود. مش هصيطك برضو يا سيد. كفايه عليك الصيت اللي انا اديتهولك بالعباية. مش هصيطك والله. خلاص ما اعرفش. مش لخبطت يلا. لخبطت يلا. استنى قلنا ايه؟ تعرف اللي تعرف في الراحة والجاية بقى زي ما انت قلتي بقى. تعرف في الراحة والجاية تبلع لسانك، تبلع ولا تبلع؟ تلم لسانك، تبلع اللي بتيجي معاك بدل ما بعد اللي شفتوه والخناقات اللي كانت ما بينهم على السوشيال ميديا رجعوا زي الفل، زي سمنة على العسل زي ما بيتقال يعني، والدنيا رجعت جميلة. لكن اتقبض على هبة طارق واتوجه لها التهم المعروفة بتاعت التيك توكر والناس اللي بتعرض نفسها. وهبة طارق كانت أعلى شوية، كانت ست بتعمل إعلانات. أنا موديل، أنتوا بتقبضوا عليا ليه؟ ده أنا موديل. أنت موديل إيه؟ سيد بطاطا متوقع اللي هو يتقبض عليه خلال فترة قريبة. طبعا هبة طارق اتقبض عليها، لكن خلونا آخر حاجة هنعرضها لحضراتكم. هو الشخص اللي جاي ده بيفكر نفسه بيعمل مقالب وكله بالاتفاق، بس انت لازم تسخن الدنيا عشان تعمل مشاهدات. فتجيب واحدة قلعة، تجيبها مش بلبس البيت، باللبس اللي ما يتقعدش بيه في البيت لو في راجل في بيتها، وتطلعها في الشارع وتصورها وتنزلها. وده الحال. رسالتي للشاب ده: الحق امسح الاكونت بتاعك، الحق ارجع عن الطريق بتاعك. لو كسبت دلوقتي هتخسر قدام. ولو فكر نفسك اللي انت ذكي كان غيرك نفع نفسه. يا جماعة مش عارف ليه الغلط بيتكرر. جيل جديد يعني اتقصقصوا جيل التيك توك اللي كان موجود والناس اللي بتقدم محتوى مبتذل على السوشيال ميديا في العموم. اتقصقصوا خلاص ما بقوش موجودين. نلاقي جيل جديد طالع، جيل جديد بيعمل نفس هي نفس العمايل ونفس نفس الاخطاء. لكن احب اقول لكم يعني ربنا كبير وربنا يهدي، واحنا معانا يعني مع بعض لحد ما الجيل ده يعرف ان ده غلط ما يجيش جنبه. زي المعروف كده، اللي بيشرب مخدرات هيتمسك او بيضر نفسه، او لو ما تضرش نفسك هتتمسك. يبقى زيه المحتوى المبتذل ده هتبقى زي المخدرات. اتمنى اللي بنقدمه يبقى مفيد. اتمنى تشوفوا حلقة النهاردة بتاع قصتك عشان فيها فيديو مهم جدا. انتظرونا في حلقاتنا الخاصة. لو ما صليتش على النبي لحد دلوقتي وبتشوفني لحد هنا، صلى على النبي واثبت حضورك في الكومنتات وقول لنا ايه رايك في اللي بنقدمه. كنت معاكم يونس محمد، اشوفكم على الف خير. السلام عليكم. طبعا كده زي ما انتوا شايفين الحوار كله كده اكتمل الفيديو خلص. فاللي حصل بقى شفته كده بالظبط، ده اللي حصل. هو شفتوا الفيديو. فطبعا كده يا اخواتي وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم خير باخبار جديدة وقصة جديدة من قصص التيك توكر. بس اشوفكم خير.